السلام عليكم يا جماعة. مشروع جديد لتعديل قانون الأحوال الشخصية المصري للمسلمين. المشروع بيتكلم عن حاجات مهمة إن شاء الله أنا هذكرها ليكم بإذن الله، وهقول تعليق على بعض الأمور اللي أنا قابلها وبعض الحاجات اللي أنا رافضها. أول حاجة المشروع بيكلمنا عن الجواز العرفي، بيقول لنا الواحدة الست المتجوزة زواج عرفي الزوج مش ملزم إن هو ينفق عليها لو إن هي مريضة، أو إن هي عايزة تسكن فيدفع لها مصاريف السكن، أو إن هي عايزة تاكل وتشرب فيدفع لها مصاريف الأكل والشرب. الزوج غير ملزم بإن هو ينفق على الزوجة المتجوزة زواج عرفي، ولكن بيحق ليها إن هي تنسب نسب هذه أو هؤلاء الأولاد اللي متجوزاه زواج عرفي. خلاص يا جماعة. الحاجة التانية المشروع بيكلمنا عن الحضانة، بيقول إن الحضانة لو سقطت من الأم هتتنقل على طول للأب. أنا من وجهة نظري إن الفكرة دي مش كويسة، مش مقبولة. ليه؟ لأن الحضانة في الإسلام عبارة عن في أمور متوليها الحاضن على المحضون. يعني يا جماعة الحاضن ده راجل كبير بيقدر يدير أمور نفسه، وبالتالي يقدر أمور الآخرين إنه يديرها كمان، لأن أمور الآخرين اللي بيديرها التانيين دولت هم أطفال صغيرين أو واحد كبير مجنون ما يقدرش إن هو يقوم ببعض الأمور الحياتية أو بكل الأمور الحياتية الطبيعية اللي أي واحد فينا كبير عاقل يقدر يعملها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الطفل الصغير ما يقدرش يأكل نفسه، ما يقدرش يشرب نفسه، ما يقدرش يغسل لنفسه الملابس. احنا محتاجين حد يتولى هذه المهام. طيب لما انت تنقل الحضانه لما في حاله سقوطها من الام للاب على طول، طب ما هو الاب اساسا في الحياه بتاعتنا العمليه الوظيفيه هو مشغول في جمع الفلوس، مشغول طول اليوم ان هو يشتغل يشتغل ساعات ازيد عشان يجيب دخل زياده عشان يقدر يوفر الاحتياجات او يسد الاحتياجات اليوميه المتطلبها الحياه بتاعتنا. فهل هو هيقدر يعمل ويوفق ما بين ان هو يدير امور الصغار وفي نفس الوقت يشوف الحاجات بتاعته الماليه، ان هو يشتغل ويجيب فلوس؟ شايف ان الموضوع ده محتاج دراسه زياده يا جماعه، لان الاسلام لما طبق الحضانه وقال ان الست هي احق بالحضانه وان هي اشفق بمثل هذه الامور وان هي اولى بمثل هذه التربيه، كانت لاسباب عده. الست هي فعلا أدرى بهذه المهام، ففكرة إن الأب يتحط في المرتبة الثانية فكرة من وجهة نظري مش مقبولة. خلاص يا جماعة. طيب الموضوع الثاني أو الموضوع الثالث اللي اتكلم عنه المشروع بيكلمنا عن في حالة الزواج. بيقول لنا إيه؟ طبعا إحنا كلنا عارفين لو إن في واحد بيطلق دلوقتي مراته على ما تصرف النفقة بتاخد مدة من 3 شهور ل9 شهور. طبعا المدة ديت ممكن تكون الزوجة معاش فلوس ومحتاجة طبعا الفلوس عشان تقدر ان هي تكفي احتياجاتها واحتياج الصغار. فالمشروع الجديد بيقول لنا ان في حاجة اسمها وثيقة تأمين اجباري على الزوج اللي بيطلق، بحيث ان هو يعمل الوثيقة ديت علشان لما يطلق الزوجة او المطلقة تقدر ان هي تصرفها وتقدر ان هي تلبي احتياجاتها على ما تصرف النفقة بتاعتها الاعتيادية. طيب يا جماعة، دي الحاجات اللي اتكلم عنها المشروع، وفي حاجات تانية برضو اتكلم عنها المشروع، زي انه مثلا قال لنا احنا بقينا في حياة حديثة كلها كاميرات كلها موبايلات، فقال لنا في اباء عايشين بره مصر عايزين يشوفوا اولادهم، فقرر لنا حاجة اسمها اللي هو الرؤية الإلكترونية. ايه موضوع الرؤية الإلكترونية؟ بيقول ان الاب اللي ساكن بره مصر يقدر ان هو يشوف اطفاله الصغار من خلال كاميرا التليفون، ويكون قرار بموجب من المحكمة تلزم الأم إنها توفر أو هو هيوفر الوسيلة اللي هيقدر من خلالها يشوف أولاده. يعني إيه الكلام ده؟ يجيب لهم موبايل مثلا، يبقى الصغار دولت يقدر إن هو يشوفه من خلال كاميرا الموبايل، هيشحن لهم مثلا في اليوم يقدر إن هو يشوف الصغار من خلال باقة النت اللي هيعملها للأطفال الصغيرين. فبالتالي هيبقى موضوع يعني إلزامي على ان المطلقه توفر ان المطلقه انه يشوف الاطفال الصغيرين. كمان يا جماعه المشروع بيكلمنا عن حاجات يعني هو سبق واتكلم عنها قبل كده، بس دلوقتي حط لها خط احمر، الا وهي الاب اللي مش هيدفع الفلوس، يعني مش هينفق على اولاده، هيكون محروم من رؤيه الصغار. مش عارف بقى انت رايك ايه في فكره زي دي؟ طيب ايه كمان بيتكلم عنها المشروع؟ المشروع بيتكلم عن حاجة مهمة
وكمان انا شايفها جميله جدا من وجهه نظري. زي ما احنا عارفين ان الاب ليه حق رؤيه الاطفال الصغار، كمان الجد والجده ليهم حق رؤيه الاطفال الصغار. بس لما نيجي نبص على قرار تطبيق رؤيه القرار دوت اللي هو رؤيه الصغار، بيكون ليه قرار من المحكمه. لما نيجي نبص على الاسلوب والطريقه اللي بيتم تطبيق القرار فيها، بنلاقي ان الاطفال الصغيرين بيقعدوا في نادي اجتماعي علشان يشوفوا ابوهم او جدهم او جدتهم. في الحاله اللي احنا بنتكلم عنها دي يا جماعه، احنا شايفين ان حاله غير نفسيه للطفل، يعني الطفل في حاله نفسيه مش كويسه. راح يقابل ابوه في نادي اجتماعي قدام الناس، وكمان بيقعد معاه ساعه ولا ساعتين ولا 3 بالكتير. دلوقتي القانون بتاع المشروع الجديد ده بيكلمنا عن حاجه اسمها الاستضافه. يعني ايه الاستضافه؟ يعني الاب ليه يا جماعه اجازه في الاسبوع هي يوم الجمعه، يبقى الاولاد هيروحوا يوم الخميس يباتوا مع ابوهم ويرجعوا له تاني يوم الجمعه. في واحده ممكن تقول طب ما ممكن يستغل الفكره ديت، وفي الحاله زي ديت مش هيرجع ليا الاولاد. لا، ده القانون ده كمان بيقول لك لو هو ما رجعش الاولاد بعد يوم الاستضافه، بيحق ليكي انك انت تبلغي، والموضوع ممكن يوصل بعقوبه تصل للسجن. طيب يا جماعه، موضوع الاستضافه ده هيعمله الاب من خلال رفع دعوه في المحكمه اسمها دعوه استضافه. طيب المشروع بيكلمنا عن حاجه برضو أخرى تتناول في فكرة إن الزوج اللي ناوي يتجوز بواحدة تانية لازم إنه يبلغ مراته الأولى. في حالة لو إن هو ما بلغهاش، بيحق ليها إن هي ترفع دعوة طلاق للضرر. في الوقت اللي أنا بصور فيه الفيديو ده، لو في زوجة راحت رفعت دعوة طلاق للضرر، بنسبة 80% خسراها. لو هي رفعت في الطلاق للضرر لسبب ان جوزها متجوز بواحدة تانية، وهي مش حابة انها تعيش مع ضرة، القاضي عمره ما يحكم يا جماعة في دعوة زي ديت بالطلاق، عمره. بنسبة 80% الدعوة خسرانة. المشروع الجديد ده بقى هيجيز للقاضي انه يحكم بالطلاق. تمام يا جماعة؟ طيب في كل الاحوال انت بقى شاركنا بتعليقك لو انت شايف اللي اتكلمنا عنه ده حاجات انت قابلها او رافضها. اتفضل شاركنا بالتعليق.